المكان اللي عامل بوم في اسكندرية كلها، وكل الناس بتتكلم عنه الفترة اللي فاتت. كل الناس اللي بتحب عربياتها اكتشفت ان هي بتوديها في بريمير جراج. بريمير جراج بيعمل ايه؟ بريمير جراج بيقدم سيرفيس حلوة جدا جدا. غسيل العربيات فروم اي تو زد، بيعمل نانو سيراميك، بيشيل كل الخدوش اللي موجودة في العربية بمراحل مختلفة من البولش. فأنا قررت بصراحة إن أنا لازم أودي عربيتي هناك واشوف التجربة بتاعتي هتكون عاملة ازاي، وانقلها لكم خطوة بخطوة. النهاردة بقى انا هغسل العربية بتاعتي كيماوي من جوه، وهنغسل طبعا من بره، وكمان هلمع كبوت العربية ب3 مراحل من البولش. لازم تتفرجوا على الفيديو للآخر عشان تشوفوا الفرق في كبوت العربية ايه اللي حصل فيه. بجد انا بالنسبة لي يعني انا كنت بفكر اروح ارش، لا اكتشفت ان هما فعلا 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 ممكن يشيلوا اي خدوش واي حاجة موجودة بالمراحل بتاعة البولش. هنا بدأنا بأكتر حاجة كانت مضايقاني، وهو الفرش بتاع البيبان ده. بصوا بعد ما خلصها بجد كان شكله حلو جدا جدا ونضيف قوي، وكل البقع الحاجات اللي كانت موجودة فيه خلصت. بيهتموا بالتفاصيل لدرجة انتم مش متخيلينها. كل حاجة بسيطة في العربية هما بيهتموا بيها وبيركزوا عليها جدا جدا جدا، وده بصراحة اللي كان عاجبني. وما كناش بنعمل كده عشان التصوير خالص، لا بجد هما بيهتموا بكل التفاصيل، لان انا اكتر من حد هو اللي عمل لي ريكومنديشن ان انا اروح المكان ده واشوفه عامل ازاي. بصوا بجد العربيه، يعني مش عايز اقول لكم العربيه كانت عامله ازاي. بدأنا طبعا نغسل بقى السقف اللي بان عليه جدا جدا جدا، قلت اوريكم المكان شكله عامل ازاي من بره. بجد المكان حلو، اسلوب الناس اللي موجوده اسلوب راقي جدا، بتعامل معاك باسلوب كويس، واي حاجه هتطلبها منهم فعلا هينفذوها. يعني عايز اعمل كذا، عايز اعمل كذا، عايز انضف الحته دي كويس، عايز اشيل ده، هم اصلا هتلاقيهم سابقينك بخطوه. يعني هم هتلاقيهم مركزين في نقط صغيره كده انت مش واخد بالك منها، وهم مركزين فيها. العربيه بجد اتغيرت كتير جدا جدا جدا. انا حسيت بفرق كبير، حسيت ببيفور وافتر رهيب يعني عن العربيه اول ما دخلت بريمير جراج وهي خارجه منه. وهنا بدأنا نغسل العربيه من بره. طبعا عادي الغسلة المعتادة اللي احنا عارفينها، بس هما برضو بيركزوا فيها قوي وبيلمعوا العربية كويس جدا جدا جدا، وبيغسلوها طبعا بالصابون من بره، وبعد كده بيدعكوا الصابون ده في العربية كلها. وبعد ما بيدعكوا الصابون زي ما انتوا عارفين المراحل الطبيعية جدا يعني اللي احنا متعودين عليها، بس هو هنا الموضوع فيه شوية ضمير، يعني فيه ان احنا مركزين اكتر، فيه ان احنا عايزين نطلع الحاجة شكلها كويس، بنخلي بالنا من كل التفاصيل الصغيرة، العجل، الاكسدامات، الحاجات اللي هي من جوه شوية. فالحاجات دي كلها بتفرق قوي. طبعا الناس اللي معاها عربيات فاهمة انا بقولي كويس قوي، والناس اللي بتغسل في اي حتة فاهمة انا بقولي كويس قوي. فهم بصراحة بيهتموا بالتفاصيل وبيركزوا جدا عليها، وبيطلعوا نتيجة حلوة قوي قوي قوي، وبيخلوا الحاجة بجد في حتة تانية خالص، وبيخلوا العربية بجد جميلة جدا. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير علشان خاطر يوصل لكم كل جديد. هنا كنا بنلمع العربية بقى، يعني هنا خلاص نضفنا العربية من جوه كماوي ونضفناها من بره. هنا بقى كانت مرحلة اسمها مرحلة التلميع والمعطر بقى خلاص، يعني هنا العربية تعتبر خلاص خلصت. بدأنا بقى في الليفل اللي احنا كنا مستنيينه بجد، وهو ليفل تلميع الكبوت بالبولش. البولش ده عبارة عن 3 مراحل، او يعني في مرحلة واحدة وفي مرحلتين وفي 3 مراحل. متنسوش تسألوا على العروض اللي هم عاملينها الفترة دي، عشان هم عاملين عروض حلوة قوي، واي حد يقول لهم انا من طرف سعيد هيعملوا معاه اوفر جامد قوي. اتصل بيهم وقول لهم انا من طرف سعيد واحجز مكانك دلوقتي، الدنيا معاك هتبقى حلوة قوي. كنا واقفين وكان مزاجنا رايق قوي، لدرجة انه احنا كنا بنرسم بقى خلاص بالبولش على الكبوت زي ما انتوا شايفين كده. الموضوع بجد كان حلو قوي، انا كنت مبسوط قوي لان كنت عمال اشوف الفرق. احنا بدأنا بالجزء الاولاني ده، كان واضح قوي بالنسبة لي الفرق بينه وبين الجزء التاني. يعني الجزء اللي احنا اشتغلنا عليه بال3 مراحل ده في فرق كبير جدا 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 عن الجزء الاولاني. بجد بريمير جراج من احسن الاماكن اللي ممكن تهتم بعربيتك هناك. كل الناس اللي بتحب عربياتها مستنيكوا هناك. بصوا منظر الكبوت. باي باي.